انا بتكلم على طريقه اختيار يا كابتن كريم. ما يصحش يا جماعه، ما يصحش في المنتخب طب الاولمبي. كان قبل كده كان في طريقه اختيار كابتن الجوهري كانت الناس كلها بتبقى على الترابيزه كابتن جوهري. لا اسف انت تطلع كابتن حسن شحاته كان كابتن عصام عبد المنعم وكان بصفه مؤقته وبعدين لا ده بس انا بتكلم على كابتن جوهري ان دايما لما كابتن جوهري كان بيرجع المنتخب كان الترابيزه كلها بتقول كابتن جوهري. بص يا كابتن كريم، انت تطلع كابتن جوهري من القصه ما خلاص احترام كابتن شوقي غريب، ما ينفعش تقارن بالجوهري، ما ينفعش تقارن كابتن حسن شحاته بعد البطولات. يعني ممكن قبل البطولات كنت ممكن يبقى في خلاف عليه او 5 ضد 6 ضد 4 ضد الكلام ده، فكابتن الجوهري ما ينفعش حد يختلف عليه. لا كابتن الجوهري لا يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي، واخد بالك؟ لا ده الجوهري، معلش ده الجوهري ده قصه مختلفه. برضه اما اقول حسن شحاته لا ده قصه مختلفه. انا مش مستني ان اعضاء الاتحاد دول اللي هيقيموا كابتن الجوهري يقيموا حسن شحاته، لا قصه بعيده عن كده خالص. انا بتكلم على الطريقه. انت مدرب كابتن شوقي غريب زي حسام البدري زي كابتن حلمي طولان زي حسام حسن زي الناس اللي زي اسماعيل يوسف، الناس اللي طلع كابتن طلعت يوسف، مش عايز انسى حد، بس القصه كلها لا يبقى طب فلان يا راجل، ما فيش واحد يقول طب فلان. يعني انت فاهم قصه اجماع دي؟ قصه اجماع دي يعني احنا قلنا ثوره واثنين وثلاثه، اجماع دي صعبه قوي. طيب التوقعات بالنسبه للجهاز